توما الحكيم وحماره والمفتي المتسيف. توما وصف بأنه حكيم لأنه ورث كتابا عن والده فيه تجاربه الطبية. أبوه كان حكيما بالفعل. فهذا الكتاب مكتوب فيه حديث: الحبة السوداء دواء من كل داء. يقال أنه أتت ذبابة تحت حرف الباء ووقفت على هذا المكان فوضعت نقطة فصارت الحية، فقرأها: الحية السوداء دواء من كل داء، ونصح الناس بالحياة السوداء، وقتل البعض بلدغ وسم الحيات. طبعا حماره هجاه أو هجي على لسان حماره. فبعد حين من هذا الموقف وجد توما غاضبا وذهب ليشكو حماره لأحد الحكماء الذين يعرفون منطق الطير ومنطق الحيوانات. فقال له: أحضر، لا بد أن تحضر أنت وحمارك. حضر. فقال للحمار: لما تغضب صاحبك؟ قال له: ألم أغضبه، وإنما ذكرته بقولي السابق عندما قلت له: اذهب إلى توأمك. قال: ومن توأمه؟ قال: رجل يقال أنه عالم كبير وصار مفتيا. وماذا في ذلك؟ قال: هذا الرجل توأم لتوما. وما سبب التوأمة؟ قال: لأنني سمعته في برنامج يسأله المذيع وكان على الهواء يقول له إن مؤلف كتاب يقول عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا المفتي قال: لا، قل صلى الله عليه وسلم فقط، أو صلى الله عليه كما قال القرآن الكريم: صلوا عليه، ولم يقل صلوا عليه وآله، أو قل صلى الله عليه وآله وصحبه. أما صلى الله عليه وآله صارت شعارا للشيعة فلا تقولها. هنا عجبت، يعني كعب بن عجرة في صحيح البخاري يسأل النبي فيقول له: عليكم السلام عليك يا رسول الله، فكيف نصلي؟ قال: قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نحن نقول سيدنا طبعا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فهذا ينهى عما أمر به أو عما فسره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن هذا هو توأم توما. فطبعا أدخل هذا المفتي من لم يدخله النبي، لم يقل اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. أدخل الصحابة لم يدخلهم النبي، وأخرج أهل البيت الذين أدخلهم النبي. فطبعا يعني له خياران للمفتي هما غير ما أشار به النبي: قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وقال: قل اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، أو صلى الله عليه وسلم فقط. فقال له: ذكرني بما قلته سابقا عن صاحبك ومالكك توما، أو ما قيل. قال: أنا قلت، ولكن صاغه أحد الشعراء الأشداء فقال: قال حمار الحكيم توما: لو أنصف الدهر كنت أركب، جهلي بسيط وصاحبي جهل مركب.